انا احسن واحد ممكن يكلمك عن قانون الجذب. لا انا ده سروز، ده احسن واحد يكلمك عن الكرك. نوعين هتقابلهم على السوشيال ميديا بيتكلموا عن قانون الجذب وبيوصفوه كأنه السر اللي يخليك انسان خارق مش بس ناجح في حياتك. النوع الاول هم الناس اللي فعلا عاشت اللي بتتكلم عنه، مش مجرد كلام تحفيزي، لا دي تجارب حقيقيه. ومن اشهر الناس اللي اتكلمت على القانون ده الدكتور مصطفى محمود لما اتكلم عن طاقه العقل والايمان بالفعل، ومصطفى حسني اللي دايما بيركز على نيه العمل وتاثيره في حياتنا. حتى عالميا محمد صلاح قال في كذا لقاء انه بيتخيل نفسه وهو بيجيب الجون قبل الماتش ما يبدا، يعني بيتخيل الماتش كامل في عقله قبل ما يبدا. وويل سميث وارنولد وناس كتير قوي من المشاهير بيستخدموا التخيل والايمان بالنتيجه قبل ما تحصل. واما النوع التاني وهو اللي بيظهر لك برضه على السوشيال ميديا وبيحاول يبيع لك كورس تنميه بشريه ويفضل يقول لك اقف قصاد المرايه، سقف لنفسك، قول لنفسك انا ناجح، انا غني. وهنا ملوش علاقه خالص بقانون الجذب، هو بيقول لك انه ده قانون الجذب ولكن ده مش حقيقي، هو ده عبط رسمي. في الفيديو ده هحاول اعرفك الفرق ما بينهم والسر فين وازاي تطبق قانون الجذب اللي فعلا يسيب اثر في حياتك ويغير حياتك 180 درجه. والسر الحقيقي هنا في الفهم، لان اغلب الناس فاكره ان قانون الجذب بيساوي تفكير ايجابي طول الوقت وان الكون كده هيحقق امانيه وكانه مصباح علاء الدين، وده مش حقيقي. الحقيقه غير كده تماما. قانون الجذب ملوش علاقه اصلا بالكون، هو ليه علاقه بدماغك انت. جوه دماغك في نظام اسمه RAS، نظام التنشيط الشبكي، وده اللي بيصفي او يفلتر المعلومات اللي حواليك ويقرر ايه اللي يوصل جوه عقلك من ملايين الاشارات كل ثانيه اللي بتحصل حواليك. يعني دماغك بيشتغل كانه فلتر ادراك، اللي بتركز عليه هو اللي عينك بتبدا تشوفه تلقائيا. يعني لو دماغك مبرمج يدور على الفرص هتلاقي الفرص في كل مكان وعينك هتشوفها في كل مكان. اما بقى لو مبرمج يدور على الخوف والفشل والصياح هتفضل طول الوقت تشوف العقبات في كل خطوه وتصيح ان كل الظروف ضدك وان الظروف هي اللي ظلماك وان هو ده قدرك في الحياه. اديك مثال، لما تفكر تشتري عربيه جديده وتختار الموديل واللون، بعدها على طول هتبدا تلاحظ نفس الموديل في كل شارع تمشي فيه. وده مش لان النوع زاد فجاه، لا هو كان موجود اصلا طول الوقت، ده لان دماغك بدات تركز معاه. وده يخلينا نسال سؤال اهم، لو تركيزنا بس يقدر يغير ادراكنا للعالم، فهل ممكن ايماننا يغير كيمياء مخنا وكيمياء جسمنا؟ احب اصدمك واقول لك ايوه، في دراسات اثبتت ذلك. في جامعه هارفرد على سبيل المثال جابوا مرضى عندهم الم مزمن في الظهر وادوهم حبوب علاج، ولكن في الحقيقه هي كانت مكعبات سكر، ومع ذلك اكتر من 60% اتحسنوا فعلا. ليه؟ لان مجرد ايمانهم ان هم بيتعالجوا خلى الدماغ يفرز ماده زي الدوبامين والاندورفين اللي قللت الالم فعلا. يعني الايمان نفسه قدر يغير كيمياء الجسم كيمياء الدماغ. وده اللي بيحصل في حياتك فعلا لما تؤمن انك تقدر، دماغك فعلا بيبدا يدور على كل الطرق اللي تخليك تقدر. ولما تتخيل نفسك النسخه الافضل منك، المخ بيخلق نفس المسارات العصبيه اللي بتحصل لما تنجح. الخلاصه، قانون الجذب مش سحر، ده تدريب عصبي. كل فكره بتكررها بتبني طريق جديد في دماغك. كل مره تتصرف كانك الشخص اللي نفسك تكونه، الطريق بيقوى اكتر ويبقى قابل للتحقيق. قانون الجذب مش انك تغير العالم من حواليك، بل هو انك تغير النظره اللي بتشوف بيها العالم. لان لما تتبدل الرؤيه كل حاجه بعدها بتتبدل. لما تشتغل على وعيك الكون كله هيترتب حواليك من تلقاء نفسه. في النهايه لو عندك سؤال اكتبهولي في الكومنتس. بس كده.